ممكن نقول انفراد تاني. امم ترند قبل اي حد، قبل اي حد، واحنا بنتحدى اهو، والفيديو بتاعنا موجود لايف. يعني احنا مثلا مش عاملين فيديو مسجل، لايف مسجل بتاريخه. قبل اي حد في مصر، وقبل اي موقع كبير واي قناه خاصه او عامه، او اي صحفي مهما كان كبير او صغير شغال في الزمالك او بره الزمالك، هنقول انفراد دلوقتي هيتقال بعدين والناس تقول الناس دي اول حد قاله. طيب ليه الكابتن محمود الخطيب ما راحش سفريه السعوديه وراح الامارات؟ وليه الكابتن حسين لبيب اصر انه يكون موجود في الامارات؟ نقول الانفراد. طيب النادي الاهلي اعلن منذ فتره ان هو هينشئ استاد النادي الاهلي. واحده واحده عشان نقول انفراد ما حدش قاله، لسه هيتقال بعدين، واحنا لينا السبق، والفيديو هيبقى ايه؟ حاجه لينا ان شاء الله. ولو حد عنده انفراد ده قبل كده طلعه والتاريخ موجود. النادي الاهلي اعلن عن وجود الاستاد، انشاء الاستاد بتاعه، وبشركه هي اللي هتقوم بانشاء الاستاد. حلو كده؟ طيب الشركه دي هتعمل ايه؟ هي هتاخد حق الرعايه وهتحط اسم الشركه على الاستاد. تمام؟ النادي الاهلي بعد سوبر السعوديه ومشوار السعوديه وسفريه السعوديه، الناس اللي بتبوس الايادي، النادي الاهلي خد رعايه موسم الرياض موجوده على التيشيرت. واحده واحده بقى كده عشان الناس تفهم بقى المعلومه والانفراد والترند. النادي الاهلي والخطيب بعلاقته مع ترك خلاص حط الرعايه على ايه؟ فانيله النادي الاهلي. تمام؟ النادي الاهلي بيتعاقد مع شركه اليانز عشان هي اللي تنشئ الاستاد، وبتحاول تدخل طيران دبي او ابو ظبي راعي يخش فين؟ في الاستاد. ومن ضمن ال 14 شركه اللي موجودين في الاستاد في اكتر من 3 شركات اماراتيه. احنا بنقول انفرادات اقسم بالله ما حد قالها ولا حد يجرؤ يقولها، ولسه هتقال بعدين. استاد الاهلي الشركات اللي راعيه فيه منها شركات اماراتيه، والكابتن محمود الخطيب كان رايح هناك بيعمل اتفاقات على اساس ان يدخل طيران الامارات او ابو ظبي يعمل نفس فكره ايه؟ الاستاد بتاع مانشستر سيتي او ارسنال. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد دخول موسم الرياض راعي النادي الاهلي الكابتن حسين لبيب راح الامارات على اساس انه يبقى فيه رعاة اماراتيين خليجيين ويضخوا اموال داخل نادي الزمالك. هنقول انفراد اهو، واللي هيطلع بعد كده هنقول احنا مسجلينه قبليه. خلي بالك قبل اي حد كابتن حسين لبيب رايح عشان في رعايات اماراتيه، شركات كبيره منها شركات طيران اماراتيه. نادي الزمالك كان رايح يخلص معاها، وكان هتبقى عقد تاريخي في نادي الزمالك، وكان هينشل نادي الزمالك من ازمته الماليه، وكان هيدخلوا في الفرع الجديد بتاع اكتوبر نادي واستاد. فعشان كده يا استاذ مصطفى بكري وشوبير واحمد موسى وكل الاعلام التابع للنادي الاهلي بيضرب دلوقتي، بيقول لك ايه العلاقات بين مصر والامارات. مصر دخلوا الامارات في الجمله المفيده ليه؟ علشان الموضوع يبوظ، علشان الصفقه تبوظ. صفقه الرعايه والضخ الاموال الاماراتيه، الاستثمار الاماراتي في نادي الزمالك اللي كان هينقله في حته ثانيه استاد وفرع اكتوبر، بوظوه. واصبح لعيبه الزمالك مدانه ومحكمه وتعدي على المواطن الاماراتي وكبروا الموضوع. عرفنا ليه بقى؟ ليه الموضوع بيسخن دلوقتي وبيحاول يوجهوا ناحيه الامارات وشويه يوجهوا ناحيه الدوله المصريه؟ من ناحيه خلص على حسين لبيب اللي شاب ودخل في موضوع الزمالك اكبر قلعه رياضيه، وفكر انه ينافس الاهلي في الخليج وياخد رعايات خليجيه يدخلها الزمالك وهيحل المشكله. هيدخل طيران دبي وطيران ابو ظبي في الزمالك ويحل المشكله ويعمل فرع اكتوبر واستاد. فلازم حسين لبيب ومجلس ادارته يتذبحوا. لازم المجلس ده ينتهي من على الوجود. فهو ده الهدف. خلص على اكبر قلعه رياضيه واقضي على الاستثمار الاماراتي اللي جاي لنادي الزمالك وهيخرجه من اللي هو فيه.
ودول انفرادين قبل اي حد موجود في الكوكب. ما فيش برنامج ولا صحفي ولا اعلامي، الناس اللي عماله تقول احنا عندنا انفرادات وعندنا كواليس وانا بغطي وانا اكبر صحفي وانا ملوك التحليل وانا تحدى اي حد في مصر قال الانفرادين دول قبل اي حد. برنامج شيرين الفقي ترند سبورتس اول حد يقول الانفرادين دول. نادي الزمالك بيتحارب عشان فكره اكبر قلعه رياضيه في مصر، وعشان حسين بيفكر انه يروح الامارات يعمل استثمار اماراتي في فرع اكتوبر والاستاد، ويدخل ضخ فلوس اماراتيه لنادي الزمالك.